على بركة الله. السلام المشاهدين الأعزاء الغاليين، لاباس عليكم؟ هانية عندكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. تحية كبيرة لكم للمغاربة كاملين داخل أو خارج أرض الوطن، أمازيغ، ريف، سوس، أطلس. تحية كبيرة لكل البلدان العربية. السلامة يمزيغن. لاباس غير تهدنا. نتمنى ربي تيري ان شاء الله قبل ما ندير هنا يا ربي. وقبل ما نبداو بغيت نصليو جميع على النبي، وبغيت ليا وليكم الاجر في الله، وجميع نصليو على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واليوم كما كتشوفوا غادي نشارك معكم طريقتي في التنقيه ديال النافع وحبة حلاوه. فكيف ما هو معروف النفع وحبة حلاوة ما كيتغسلوش، لكن غادي نشارك معكم الطريقة. غادي نقيوهم لا من الرملة، لا من دوك العواد، لا من دوك الشوائب، لا من الحجر، لا من كلشي. تبعوني وشوفوا الطريقة، وفي الاخير حكموا. فعلى بركة الله. وصراحة طريقة اللي عملية وكتوفر علينا بزاف ديال الوقت وبزاف ديال المجهود. جربوها. المهم اول حاجه هو انكم شاهدوا ليا باش تشوفوا الطريقه كامله وجربوها، وغادي تلقاو عندها استحسان وغادي تلقاو عندها نتيجه. فانا مازال غنشارك معكم الطريقه كيفاش غنقيو الزرارع ديال السلو او سليلو او الزميطه. واليوم غادي نبدا معكم بالتنقيه ديال النافع وحبة حلاوه. وعندي هاد الكوزه اللي غنشاركها معكم غير خفيف ظريف. فالكوزه من طبيعه الحال كما شفتوا غادي غير نمسحها مزيان. راكم عارفين كانت في المحل من شريتها، يعني راكم عارفين الغبره وداكشي كنمسحوها صافي، وكتكون هي موجوده هكا. غير كنمسحوها مزيان ونخليوها جانب. صافي، وهنا غادي ننتقل باش غادي نشارك معكم طريقتي في التنقيه ديال النافع وحبة حلاوه. بالخصوص اليوم غادي نشارك معكم طريقتي البسيطه لكن ناجحه وعمليه في التنقيه ديال النافع وحبة حلاوه. فالنافع وحبة حلاوه من طبيعه الحال ما كيتغسلوش البنات، ما تغسلوش النافع وحبة حلاوه. كنغسلو الزنجلان، كنغسلو صافي الزنجلان هو اللي كنغسلوه. اما النافع وحبة حلاوه فما كنغسلوهمش نهائيا. هنايا غادي نحتاج الشبكه اللي غليظه شويه والشبكه اللي رق منها. فانا عندي الغربال اللي عنده شويه العوينات كبار من هاد الشبكه الحمراء، وهاد الشبكه عندها العينين كبار شويه من ديك الشبكه الخضراء. فكندير وحده في وحده وكما شفتوا كنغربل. هنايا الشبكه الاولانيه كدوز ليا الحوايج اللي شويه غلاط، كتحتفظ ليا بدوك الحبات الكبار ديال حبة حلاوه. والشبكه الثانيه كيدوز ليها شويه من ديك حبة حلاوه اللي كتكون رقيقه، ومن طبيعه الحال مع شويه هكا الا كان شي حجار او لا. انتم المهم تبعوا معايا، والفيديو كيشرح نفسه بنفسه احسن كاع من الشرح ديالي انايا. باش ما نضيعش في حبة حلاوه نهائيا كندير بحال ما هكا. هانتوما هنايا تقريبا هادشي اللي بقى ليا في هاد الشبكه الحمراء كيكون نقي بزاف. ضروري ما كندوز عليه يديا، ضروري ومؤكد. شوفوا البنات باش ما نضيعوش نهائيا في ديك حبة حلاوه، داكشي اللي داز ليا في ديك الشبكه الخضراء عاوتاني مازال غادي نغربلو حتى هو. وكيدوز ليا التراب، يعني التراب كيدوز ليا من الشباكي بجوج صافي. كيسهل عندنا كيفاش نقيوه. هانتوما البنات الغبره، ونفضوه بهاد الطريقه هذه. الا فيه شي غبره كيبقى تساس نفضوه بحال ما هكا كيتنقى عندكم تماما
كيتبقى ديك التدويزه ديال اليد اللي هي خفيفه. هذه هي الطريقه ديالي المعتمده وما كنستغناش عليها في وقت ما شريت لنا حبة حلاوه. هذه هي الخدمه اللي كندير معاه. شوفوا بقاو عندي دوك الحبات الكبار، وهنايا غادي ندوز للشبكه الثانيه. شوفوا البنات شحال دوزات ليا، انتم كتشوفوا بعينيكم. فغادي نغربلها حتى هي، وبهكا ديك الترابه كتنزل ليا الاسفل كاع، وداك الوريقات الصغيورين حتى هما كينزلوا، وشي حجر وراه كلشي شفتوه على عينيكم. شوفوا راه داك الحجر الرقيق وداك الشيء حتى هو راه داز صافي. بهكا راه يعني شوفوا شحال ديال الوسخ تساس. شوفوا البنات، يعني كون جيت نقيه ديريكت بيديا يعني غيجي صعيب، واخا نعيا ما نفك فيه ما غاديش نقيه مزيان. وشحال من وحده دابا كتجيبو وكتهز الزيف وكدوز تمسحو مباشره صافي وكتنقيه بيديها. لا اختي، هذه احسن طريقه هي انك دوزيه في الغربال. كنفركو هكا مزيان مع الشبكه باش دوك الوريقات ودوك العويدات الرقاق كيتكسروا كيدوزوا للاسفل. هادشي البنات على شوفوا الطريقه راه ناجحه وفعاله وغادي ترحموني عليها. شوفوا حتى هاد الكبيره هذه تاد حبه حلاوه اللي بقى لي فهاد الشبكه اللي عندها العوينات كبار، حتى هو كنفركوه هكا مع الشبكه باش دوك العويدات الرقاق وداكشي كيدوزوا. شوفوا البنات شحال ديال الوسخ وديال التربه وديال دوك الحجيرات الرقيقين دازو. عاد كنمسح حبة حلاوه ديالي. شوفوا البنات وانا كنمسح فيها وانا كنفركها مع ديك الشبكه باش دوك العويدات الرقاق كيتكسروا وكيقدروا يدوزوا ليا من الشبكه للاسفل. كنتمنى نكون شرحت لكم مزيان. وجربوا هاد الطريقه البنات راه غترحموني عليها كما قلت لكم. راني شفت هكا في القنوات كيهزوا النافع وحبة حلاوه كيقولوا بلي ما كيتغسلش. فعلا راه ما كيتغسلش وكيدوزو كيمسحوه وصافي كينقيوه بيديداتهم. هاد الطريقه احسن بكثير على ديك الطريقه ديال اننا غير كنمسحو كندوزو يدينا، يعني راه غتكرفسو. من بعد ما مسحت داك حبة حلاوه اللي كان عندي في الشبكه الحمراء، نفس الطريقه كنديرو حتى مع هاد حبة حلاوه اللي بقات ليا في الشبكه الرقيقه حتى هي كنمسحها وكنفركها هكا مع دوك العوينات ديال الشبكه باش داك كما قلت لكم داك التراب كينزل ودوك العويدات الرقاق والوريقات الرقاق كيتكسروا وكيهبطوا للتحت. هنايا كنتمنى انكم تضبطوا معايا المراحل. اول حاجه كنغربلوه في داك الغربال اللي كيكون شويه متوسط، وكنغربلوه في داك الغربال اللي كيكون رقيق. فداك الغربال الاول كيشد لينا الحبيبات الكبار وكينزل الحجر وكينزل التربه، وكنرجعو عاوتاني كنغربلو داك اللي في الشبكه الرقيقه باش دوز لينا التربه وكيبقى لينا داك حبة حلاوه اللي كتكون شويه رقيقه ما نضيعوش فيها، نرجعو نقيوها. من بعد كنمسحوهم مزيان بالزيف في وسط الشبكه باش الا كان دوك العويدات كيتكسروا كيدوزوا من الغربال، وفي نفس الوقت وحنا كنمسحوا في حبة حلاوه ديالنا بداك الزويف مزيان صافي. ومن بعد كندوزو لهاد المرحله هادي كنشدو نافع او حبة حلاوه. هنايا كنشارك معكم حبة حلاوه كنديروها في الطبسيل وكنفضوها على الطريقه هذه. فباش الا كانوا دوك العواد اللي خفاف وحنا كنفضو حنا كنصوتو بفمنا باش دوك العواد كيطيروا للقدام، وإلا كان شي شوائب هكا كيدوزوا للقدام كيسهل علينا اننا يطيروا لينا كما الشورى كيطيروا ليا فوق البانيو.
كنتمنى تكون الصورة واضحة ومفهومة يا ربي. وبهذه الطريقة حتى الا كان شي حجر راه كيرجع معنا كيتعزل في الطبسيل. شوفوا البنات هنايا غادي ندوز باش نقيه. راكم عارفين الطريقة ديال التنقية بشوية بشوية، وكنحيدو دوك الشوائب، فما غيمحنكمش، غيجي ساهل في التنقية ديالو. جربوا هاد الطريقة وغادي ترحموني. صافي هنايا راه كنوريكم غير بكميه اللي هي قليله هكا، وراكم عارفين ما خفتكمش الطريقه كيفاش احسن حاجه هو انكم ديروا حبة حلاوه ديالكم او النافع، الحاجه اللي غتنقيو في شي طبسيل يكون ابيض. شوفوا البنات شحال حيت منه، يعني ماشي بزاف. هاد الطريقه راه عمليه خوتي، جربوها راها ناجحه. صافي هنايا راه نقيت داك النفع الكبير اللي كان داز في الغربال الاحمر، هنايا دزت لداك النفع الصغيور اللي بقى لي في هذا الغربال هذا الاخضر. صافي كما شفتوا كنفضوا حتى هو مزيان وكنغربلو مزيان، كنفضوه باش ديك الترابه كتنزل. ومن طبيعه الحال راه مسحناه، وهذا هو داك اللي نقيت معكم في الغربال الاحمر. صافي نقيته ودرتو فوق داك الزيف، وهنايا غادي ندوز باش نقي حتى داك حبة حلاوه الرقيقه. وشوفوا البنات ملي بقى تنقيو لا النافع لا حبة حلاوه لا كلشي، بقى ديروها حتى هاد الطريقه هادي بحال ما هكا. راه غير بنتي ما كتعرفش تصور، قلت لها شدي تصوري ليا. ما كتعرفش اخوتي كتنفضوها بحال هكا باش داك الوراق وداك الشيء اللي خفيف وداك حبة حلاوه اللي كتكون خاويه اولا النافع بهاد الطريقه كتنزل لينا. صافي ها انتم البنات درت الاعاده لهذا المقطع باش تبان لكم الصوره فاش كتنفضوه. شوفوا دوك الحبيبات ديال حبة حلاوه الرقاق كيدوزو للقدام، ودوك الوريقات ودوك العويدات داكشي اللي خفيف وخاوي من حبة حلاوه كيدوز بحال ما هكا. وكنصوتو بالفم ديالنا على هاد الطريقه هادي. ف وحنايا من طبيعه الحال حنايا كنفضو فيه. ما عرفتش واش سجلت معكم هذا المقطع هذا ولا لا، راه سجلته غير البنت واش شدته ولا لا. كنفضوه وحنا كنصوتو فيه، عرفتي داكشي الخاوي ودوك العواد وداكشي كامل الرقيق كيدوز لينا للقدام. وكنلوحوه هكا في البانيو كما شفتوا. راني دابا كنصوت عليه وموقفه التبصيل باش تبان لكم الصوره مزيان. هاد العمليه وحنا كنفضوا وحنا كنصوتو بفمنا وداكشي كيتساس لينا في البانيو. كنتمنى تكونوا فهمتوني، ولا ما فهمتونيش كتبوها لي في التعاليق وغادي نولي نشرحها لكم بادق التفاصيل. وكنتمنى تكونوا فهمتوني. صافي وكندوز كنقي حبة حلاوه ديالي كنكملها. فكما شفتوا داك الخاوي ها هو اللي نزل ليا وانا كنصوت صافي راه كيكون طار في وسط البانيو. واللي ما قدرش ينزل هكا كنعاونو هكا بيديا كننزلو، وكنبقى مستمره على نفس المنوال حتى كيبقى ليا غير ديك حبة حلاوه اللي تامره. وصافي كتسهل عليا حتى هي من بعد باش نقيها بيديا. وكيكون كتكون حبة حلاوه ديالي واجده ونقيه، لا من الغبره لا من الحجر لا من دوك الوراق لا من داك العواد لا من كل شيء، كتكون واجده. ومن بعد صافي الى عجبكم كتعاودوا لها واحد المسيحه خفيفه بالزويف وديروها في القريعات ديالكم، وكتكون موجوده انكم تحضروا بها اللي بغيتوها. بطبيعه الحال كنديروها في الفقاس، كنديروها في القراشر، كنديروها في السلو اولا الزميطه السفوف، سليلو كل واحد وكيفاش كيسميها. كنديروها في الشباكيه، كنديروها في بزاف ديال المسائل.
وهذه هي الطريقة الصحيحة، جربوها خوتي وردوا عليا الخبر. وهذه هي، فكما قلت لكم هذه هي حبة حلاوة ديالي من بعد ما نقيتها، درتها في داك الزويف. عجبكم انكم تعاودوا لها مسيحة خفيفة صافي واجدة، ديروها في القريعات وردوا عليا الخبر. ونفس الطريقة كنديرها مع النافع، وكنديرها مع دوك الزرارع الصغار. هذه هي الطريقة اللي كنستعمل. واسمحوا لي الا كان جاء الفيديو طويل شويه، لكن صراحه هذه هي طريقتي في الشرح. يعني راه شرحت لكم من قلبي وشرحت بالتفصيل الممل، باش الا كانت شي مبتدئه دير هاد الطريقه وراها ناجحه. خوتي خواتاتي جربوها على ضمانتي وغادي ترتاحوا ليها، غتولي معتمده عندكم دائما وابدا. وحتى لهنا كنقول لكم خليو لي لايك، تعاليق، بارطاجيو، ديروا لي مشاهده كامله، اشتركوا في القناه فضلا وليس امرا، شاهدوا لي الفيديوهات السابقه. من طبيعه الحال راه كل شي عارفين نقيهم، غير انايا كنشارك معكم طريقتي وما ربنا راه تكون شي مبتدئه كتفرج فيا، فعلاش لا اللي تاخذها كفكره وتجربها. وكل واحد تيدير داكشي اللي يمسلكو، وداكشي اللي كيجيه عملي وكيجيه ساهل. والله يجازيكم على الدعم ديالكم، ويجعلوا رحمه ومغفرة لكم ولوالديكم وتيسير لجميع جميع اموركم يا رب. وبقاو معايا في الماجي ان شاء الله. لا تسخاوشي بيا. المهم حتى لهنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واعانني واعانكم الله جميعا.